الست دي ليها نصيب شرعي في ابوك زي ما لينا بالظبط، وانا بقى لا يمكن اقبل ان حقها يتاكل. ما هي خدت حقها تالت ومتلت، عايزه ايه تاني؟ لا لسه نصيبي في الفيلا الحلوة الجميلة دي، ونصيبي في المحل، ونصيبي في المطبخ. يا بنت مختار قلت لك عيب كده. انت مش شايفه مجاحتها؟ الست عدها العيب، حقها ولازم تاخده يا اخي. يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اقلع لها من الحيطان واديها في عبها، ولا اخلع السلالم والترابزين تاخدهم معاها وهي مروحه؟ لا ده ولا ده. امال اشتري نصيبي واخلص مني. ونصيبك ده يطلع كام؟ انا عاوزة 5 مليون. يا اخي 5 مليون عفريت اما ينططوك ويهبدوك على الارض في وشك. دي الاصول كلها ما تزيدش عن 10 مليون بشهاده خبير. خلاص يا اخويا، كل واحد حر في اللي عنده ويتمنه براحته. انا عن نفسي بأقل من الرقم ده مش هبيع، واذا مش عاجبك هبيع لغيرك. انت كمان عايزه تدخلي الغريب بيننا. بس يا مختار خلاص، نعمة مش هتبيع ولا هتشتري مننا. امال هنعمل ايه؟ هتقعد معانا هنا في الفيلا، وهتاخد نصيبها اول كل شهر من المدبغه والمحل. ده ايه التخريف ده؟ تخريف؟ اخرس يا قليل ادب، قطع لسانك. اوعى وقت تكون فاكر كبرت عليا. انا اسف يا ماما والله ما اقصد، بس ده مش كلام معقول برضه. دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ونسلم لشرع ربنا. وكفايه بقى يا اخي، كفايه غضب ربنا علينا. مش كنت ساعدتني احسن عشان اخد حقي من نديم، بدل ما اجي واقعد على انفاسك لغايه لما اخد حقي منك انت؟ يعني لو ساعدتك يا نعمت تغوري من هنا؟ لا، ده انا هتنازل لك كمان عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. قلت ايه؟ اذا كان كده ماشي. إن هذا الرجل يحجم عن دفع الضرائب المستحقة. الو، ايوه. ممكن اكلم دكتورة عالية من فضلك؟ الدكتورة عملت حادثة امبارح ومش هينفع تكلمك دلوقتي. ايه؟ حادثة ايه؟ انت مين وهي فين دلوقتي؟ أنا الممرضة وهنا مستشفى الرحمة. هي بخير؟ ادعي لها، حالتها صعبة شوية. انا جاي لكم حالا. سلام. هي عملتك السودة دي جت على دماغي. وانا مالي يا اخويا؟ دي عملة ابوك، مش هو اللي اتجوزها قبلي وجابها ضرة لامك؟ انت مالك فرحان قوي كده ليه؟ بصراحة يا مخ انا ارتحت لما عرفت انها عندكم. لا يا شيخ. اصلها من ساعة ما خرجت من عندي غضبانة، معرفش راحت فين. اديك عرفت، هتعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ده بدل ما تاخدها جوزين اقلام وتجرها على البيت. هي مين دي اللي اخدها جوزين اقلام؟ انت عايز نعمل كده مع نعمة؟ هي نعمة دي مرات جارك، مش مراتك انت؟ ايوه مراتي، بس عنادية، واللي في دماغها بتعمله وما بترجعش فيه. مش عارف تلم مراتك وتاخدها معاك. مخ ما تسخنيش، نعمة مش من النوع اللي تتعامل كده. امال من النوع اللي بيتعامل ازاي؟ انك تسيبها براحتها وما تسألش فيها ولا تضغط عليها لحد ما تقول حقي برقبتي وتجيني من نفسها. يا سلام. المهم بقى يا بطل، انا عايزكم ما تسيبوهاش، تطهقوها تزهقوها في عيشتها لغايه ما تسيب لكم البيت وتقول حقي برقبتي. يا سلام. ساعتها ايوه مش هتلاقي غير حضن الحنين يطبطب عليها. يا سلام يا سلام، عملت فيلم وطلعتنا احنا الاشرار كده. جرى يا مخ، هو انت مش عايزها تسيب البيت؟ النهارده قبل بكره. خلاص يا اخي نفذ اللي بقولك عليه، دي مراتي وانا عارفها اكتر منك. مهم سيبك بقى من النسوان، خلينا في الشغل. ايوه، خرجنا انا بقى بره عجينه النسوان دي وخليني في الشغل. خير خير الا خير، ده خير كتير قوي يا مخ قوي. خد عد دول. هوبا، كام دول؟ 1,000,000 جنيه، اول قطفه من نصيبك في العمليه اللي قلت لك عليها. اول قطفه؟ عمليه ايه دي؟ غشاء البكر الصيني. نعم يا اخويا. ما سمعتش عنه؟ سمعت، سمع منيل ومهبب، ده الحكومه كانت رافضه تدخله. هو ده اللي خلاني متحمس له.
قعدت ارتب له لغايه ما دخلت شحنه معتبره وقلت اعملها لك مفاجاه. انت جننت، ده حرام. مين بقى اللي قال كده؟ امال هما مانعينه ليه؟ يا سلام، طب ما هم مانعين الحشيش وانت بتشربه، ما استحرمتوش ليه؟ لا، الحشيش شبهه مش محرم بنص، انما دي حرام 100%. ليه بقى؟ لان اللي هتستخدم حاجه زي كده هيبقى في نيتها ان هي تغش واحد. طب ليه بقى ما تقولش انها مغتصبه؟ مغتصبه وحلمها ترجع زي الاول. هما كل اللي هيستخدموه مغتصبات؟ ايوه مغتصبات، مغتصبات صدقني، وبنات ناس غلطوا وعاوزين يتستروا. وحتى يا سيدي فرضا لو اللي هيستعملوه ولاد شياطين، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احنا لما ندخله هنا مصر يبقى بنشجعهم ان هم يعملوا كده. بالعكس بالعكس يا مختار، ده احنا كده نبقى بنديهم بدايه لحياه جديده كريمه. لا 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 لا, لا. كريمة مين؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا عم، انا ما اخشش في الشغل الشمالي والعوق ده خالص. خلاص 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 يا مخ، براحتك. بس عموما الصفقه وصلت وبتتوزع، لو مش عايز انا هرجع لك نصيبك في راس المال، وتبقى بقى الصفقه دي حلال عليا انا لوحدي. هو انا كنت حاطط 250,000 في الصفقه دي صح؟ صح. وادي يا سيدي ال 250,000 بتوعك اهم. هو المليون جنيه ده كان مكسب انا لوحدي ولا مكسبنا احنا الاثنين؟ لا يا مخ، مكسبك لوحدك. يا دين النبي، يعني الواحد يحط ربع مليون جنيه يبقوا مليون في اقل من شهر؟ يا والقطفه لسه الملايين جايه كتير. عندك ايه يا مخ، رجعت في كلامك ولا ايه؟ انت مش بتقول ان ده عمل خير وستر؟ ستر الا ستر، ده ستر جدا. خلاص، يبقى اخد الثواب ده معاك ولا تكونش ناوي تدخل الجنه لوحدك؟ اخصى عليك يا مخ، اخصى عليك، كنت تهون عليا برضه. امال مين اللي هياخد بحسي في الجنه غيرك انت يا حبيبي؟ امين يا رب. ها، قول لي ناوي تعمل ايه في المصيبه اللي انت حطيتنا فيها؟ تقلقيش يا رشا، انا عندي خطه هتعوضنا كل اللي فات. ما كفايه الخطط بقى اللي جابتنا الارض دي. انا خططي كلها ناجحه، واللي حصل ده بسبب الخيانه مش سوء تخطيط مني. الغلط غلطك عشان انت وثقت في الناس الغلط. رشا بوس ايدك، انا مش ناقص. اعملي حسابك بكره الصبح تقومي بدري عشان تعملي لي توكيل، عشان عايز ابيع الفيلا دي ومحتاج المليون جنيه اللي معاكي. نعم يا اخويا. معلش، محتاج اكبر سيوله ممكنه عشان اقدر اقف على رجلي من تاني. الفلوس دي فلوسي مش فلوسك انت. وانا وانت ايه يا حبيبتي؟ ما احنا واحد. لا يا عينيا، احنا اتنين، وانسى ان انا هديك مليم واحد. انت اكيد بتهزري. انا بتكلم بجد. رشا بقول لك محتاجهم، ساعديني وقفي جنبي. اسفه، ما عنديش استعداد اديك اللي عندي عشان تضيعه زي ما ضيعت اللي عندك. ايوه بس ما تنسيش ان انا اللي اديتك الفلوس دي، وانا اللي كتبت لك الفيلا باسمك. يعني الحاجات دي اصلا بتاعتي. كانت بتاعتك، انما دلوقتي مالكش فيها. ايوه بس انت كده بتبيعيني. ابيعك واشتري نفسي احسن ما نخسر احنا الاتنين. معقوله انت تعملي كده؟ انت يا رشا؟ ده انا اشتريتك في وقت ما كانش ليكي تمن فيه. ده انا عملت عشانك اللي ما كنتش اتخيل ان ممكن اعمله في يوم من الايام، عشان اشتريكي واحافظ عليكي. والله كل اللي عملته بمزاجك، محدش كان غصبك عليه ولا ضربك على ايدك. انا صدمتي فيك انت اكبر من الفلوس. مش قادر اصدق ان كل اللي امن لهم يخونوني بالمنظر ده. معقوله؟ معقوله عشت العمر ده كله اختار الصاحب الغلط والست الغلط؟ لا 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 لا، انا اكيد في كابوس، كابوس تقيل قوي ومش عارف اصحى منه. انت اللي جبت الكابوس ده لنفسك، ولازم تخرج نفسك منه زي ما دخلت نفسك فيه ومن غير ما تطلب مساعدتي. انا ما صدقت يبقى عندي فلوس وفيلا ومش مستعده اضحي بيهم عشان خاطر اي حاجه. حتى لو الحاجه دي تبقى انا؟ انت بالذات لا يمكن اديلك حاجه لانك متهور، وهتاخد فلوسي تضيعها وتضيعني معاك زي ما ضيعت نفسك. رشا، رشا، سعد
لو سمحت، دكتورة علياء فين؟ وصلت تستنى بنتها عند غرفة العملية. فين غرفة العمليات؟ آخر الطرق يمين. شكرا. أشرف، حياة بتموت يا أشرف. كنت خايفة لا أسيبها، شكلها هي اللي هتسيبني يا أشرف. بعد الشر عليها، إن شاء الله ربنا يستر وتخرج بسلامة. بقالهم 5 ساعات جوه، دي تاني عملية عملوها لها. أنا خايفة عليها أوي، أنا خايفة عليها. ما تقلقيش يا عليا، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يستر. يا رب يا رب. الحمد لله على السلامة يا سعد بيه. هو ايه اللي حصل؟ السكر عندك وصل 500. 500؟ وده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك عندك سكر. سكر؟ وخلي بالك ده مرض لازم تصاحبه، لأنه مزمن وهيعيش معاك طول العمر. أنا عندي السكر؟ ما تقلقش قوي كده، نص مصر عندها سكر، وفي بعض الأطفال عندها نفس المرض. وده جالي من ايه؟ واضح إن كان عندك استعداد من الأول، ولما اتعصبت ظهر عليه. يعني في أمل لو هديت أخف منه؟ للأسف لا، حالة السكر عندك مزمنة، ويا ريت تبعد عن السكر والنشويات. وأنا هكتب لك دلوقتي بعض الأدوية. ما أقدرش أبعد عن النشويات والسكريات، دول أكتر حاجة بحبهم في حياتي. هتضطر تبطلهم وإلا هتموت. أدي روشتة وأشوفك بعد يومين. السلام عليكم. أنا عندي السكر. سلامتك يا سعد. جاية تشمتي فيا؟ أنا يا سعد أشمت فيك؟ أمال اللي حصل لي ده إيه؟ مش كله بسببك؟ بسبب أنا؟ ليه؟ عشان مش عايزة تديني فلوسي. دي فلوس أنا يا سعد، ومش هديها لك عشان تضيعها زي ما ضيعت اللي عندك. أنا مش هقعد لك في البيت. رايح فين يا سعد؟ أنت لسه تعبان. هروح في داهية، مالكيش دعوة بيا. حاسة إني هموت لو اتجوز عليا. يا لهوي، وتفتكري ممكن يعملها يا ستي؟ دماغه بتجيب وتودي، وأنا عذراه. الراجل عايز يشوف له عيل. يو، أما عمرك عجيب يا ستي. منين هتموتي لو اتجوز عليكي؟ ومنين بقى بتوجدي له الأعذار؟ عشان العيب مش منه. ذنبه إيه يزرع في أرض بور ما بتطرحش؟ استغفر الله العظيم يا رب. هدي نفسك يا ستي، ما تعمليش في نفسك كده. وحتى لو اتجوز عليك، لا انت هتكوني اول ولا اخر واحده جوزها يعمل معاها كده. الاهم من ده كله انك تفضلي على ذمته. خايفه قوي من اليوم ده يا نواشي. يا رب اموت قبل ما اشوف. يا اختي اللهم احفظنا، بعد الشر عليك يا ستي ما تقوليش كده. ان شاء الله عدوينك يا رب. يا رب. رجب في ايه يا بنت؟ في موضوع مهم عاوزة أقول لك عليه. خير؟ ايه الحكايه؟ مصيبة يا رجب، مصيبة. ايه في ايه يا بنت؟ أنا حامل. ايه؟ بقول لك حامل، ولازم تشوف لي صرفة دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحة. وفيها ايه؟ ما تسقطي نفسك. ازاي؟ يا فرحه، وانا اللي هقول لك ازاي؟ ده شغل نسوان. بقول لك ايه يا رجب، أنا ماليش فيه، زي ما ورطتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص، وطي صوتك. حتى على اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي، وان شاء الله هلاقي حل. اوعى تخلى بيا يا راجل. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله، انت حبيبتي يا فرحه. يلا انت دلوقتي، يلا يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. يا كبدي عليك يا ابني، سلامتك يا حبيبي، الف سلام. يا اخويا انت لسه صغير على الهم ده كله. شفت اللي جرالي يا امي؟ يا ما حذرتك يا حبيبي انك ما تمشيش في سكه الحرام. ما سمعتش كلامي، مفيش فايده. نبي يا امي كفايه الكلام ده، انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. لكن قول لي بقى، انت ليه جايب شنطه هدومك معاك؟ اتخانقت انا ورشا وسبت لها البيت. اتخانقت معاها؟ وده وقت تتخانق معاها؟ اما بنت ما عندهاش دم صحيح. ظاهر يا امي ان انت كان عندك حق. يعني عرفت دلوقتي؟ عرفت انها ما تنفعكش؟ رفضت تقف جنبي وتساعدني. ما هي جعانه زي اهلها. الجعانه دي بقى انا شبعتها، واديتها 1,000,000 جنيه، وكتبت لها الفيلا باسمها. كتبت لها الفيلا باسمها؟ اخصى عليها الواطيه. الست اللي ما تقفش مع جوزها في محنته ما تستاهلش عطفه وحنيته. انا تعبان قوي يا امي. يلا انا هطلع انام، جايز لما انام استريح وانسى اللي انا فيه. طيب يا حبيبي، اطلع انت نام وارتاح، اكون انا جهزت لك الغدا.
هترتاح في اوضه اخوك اشرف. ليه هي اوضتي راحت فين؟ مرات ابوك قاعده فيها. وده كلام يا امي؟ ايه اللي جابها هنا؟ رفعت علينا قضيه بتطالب بحقها في الفيلا والمحل والمدبغه. قلت خلاص احلها ودي وتيجي تعيش معانا هنا. يعني تجيبي ضرتك تقعد معاكي هنا في البيت؟ طب اعمل ايه بس يا ابني؟ هي في ناحيه وانا في ناحيه، ماليش دعوه بيها خالص. وانت عارفني كويس يا سعد، ما احبش اكل حق حد، وده حق ربنا يا ابني. والله حرام اللي بيحصل لي ده. معقوله يا ربي؟ يعني طارق ياخد فلوسي ورشا تاخد فيلتي، حتى اوضتي تاخدها نعمه؟ يا رب خدني بقى وريحني يا رب. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب. طمني يا عليا، ان شاء الله خير. يا رب يا اشرف يا رب. خير يا دكتور، طمني اخبارها ايه؟ ما خبيش عليكم، الحالة صعب وخطر ولازم لها نقل دم فورا. يلا يا دكتور، نقول لها مستنيين ايه؟ مع الأسف فصيلة دمها نادرة ومش موجودة عندنا. هي فصيلتها ايه؟ ايه نيجاتيف. دي نفس فصيلتي. بجد؟ ايوه. طب حضرتك عندك القلب، الضغط؟ لا 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 خالص خالص. طب احنا مستنيين ايه؟ كل لحظة بتفوت فيه خطر على حياتك. اتفضل. يلا بينا بسرعة يلا. يا مجاب. السلام عليكم. السلام عليكم مختار باشا. ازيك يا حسن؟ السلام عليكم. يا بطيخه. تحت امرك يا ست هاني، من نجمه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير، ايه اللي حصل يا سيد الناس؟ ازيك يا ست البنات؟ لا انا قلت اعدي اخدك في سكتي نروح مع بعض. انا عندي شويه حسابات هخلصها في المكتب، يلا تعالى معايا. لا لا براحتك انت، انا عايز وحشاني قعده المدبغه كده. خلصي وانا مستنيك. خلاص مش هعوق. اذا كان كده ماشي يا حلو. انت منور يا مختار باشا. ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا سيدي المعلمين، فضل ونعمه. احكي لي. رجب عن اذنك يا معلم ثانيه واحده وهرجع. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين. مين يا دي البت دي؟ دي بنت حتتي وابوها صاحبي. وبنت حتتك تجي لك المدبغه ليه؟ ده محل اكل عيش. اصل حالتهم ضنك على الاخر، فابوها كان باعت لي معاه مرسال ان هو مزنوق في قرشين يعني. بس انت عارف يا معلم منين وانا لا اكل عشان اسلف. نفسي اعرف بتودي فلوسك فين؟ اللي جاي على قد اللي رايح. وبعدين الراجل ماشي بمثل، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في البيت. ماشي يلا اديك غير الحاجه. عينيا يا سيدي المعلمين. ابن مرزقه. ايه ده؟ وانا مش هاكل معاكوا ولا ايه؟ تاكل ازاي يا سعد وانت عندك السكر؟ هو ده اكلك المناسب ولا عاوز تتنكس من اولها؟ ايوه بس ده حرام. الحرام بعينه بقى انك انت تاكل زياده، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. حتى الاكل بالنسبه لي بقى تهلكه. معلش عشان خطر على صحتك. مساء الخير عليكم. طيب اهو السلام لله. بقول لك ايه يا ست انت؟ عايزه تقعدي معانا هنا مالكيش دعوه بينا، انت في حالك واحنا في حالنا. اريح يا اخويا، اما شم الهوا في الجنينه على ما المسلسل التركي اللي انا متابعاه يجي. طعمه جاتك داهيه. عيب يا نوره. انتيش شايفه طريقتها المستفزه؟ ملناش دعوه بيها يا بنتي. ايدك يا سعد. لا ما مش هينفع كده يا امي، ما انا هاكل بقى واللي يحصل يحصل. انت جننت يا سعد؟ يا نوره الاكل ده متعتي الوحيده، معقوله اتحرم منه؟ يا حبيبي ما هو انت لو كلت السكر هيعلى اكتر. صدقيني يا امي، صدقيني السكر اللي عندي ده سكر عرضي، وان شاء الله هيروح اول ما بالي يروق. دكتور هو اللي قالك كده؟ لا دكتور ايه، ده شكله بيشتغلني. مش هو كتب لك على دواء؟ ان شاء الله هبقى اخده بعد الاكل. لا وتاخده ليه طالما انت مش مقتنع بكلامه؟ يعني يا نوره زياده احتياط بقى يعني مش اكتر. وكمان هتشرب مانجا. ما انا لازم ابلع مع الاكل يا امي. ما تبلع بميه. لا الميه بقى بعد ما اخلص المانجا. وكمان هتخلص المانجا. خد يا بنتي شيل الازازه دي عندك. يا امي بقى ما خلاص مش انا قلت هاخد الحبايه بعد ما اخلص اكل. اتجننت. يا رب يا رب ارحمه من نفسه الاماره بالسوء دي. يوه انتوا ايه اللي جابكوا دلوقتي بس؟
كده برضو يا رشا يا بنتي، ده بدل ما تشكرينا ان احنا ما هنش علينا نسيبك تباتي لوحدك. وايه يا ماما الشنطه دي؟ انتوا ايه جايين على بيات ولا ايه؟ لا طبعا، احنا ما عندناش بنات تبات لوحدها، وجوزك ده انا ليا كلام معاه، ازاي يسيبك بالشكل ده من غير ما يقول لي؟ ده خلاص يا بابا فلس واتجنن. يا مصيبتي فلس بقى على الحديده يا ماما خلاص، وقال ايه عايزني اسلفه اللي معايا عشان يروح مضيعه زي ما ضيع اللي عنده. اوعي يا بيت، ده اكيد اتجنن. طب وهتعملي ايه؟ مش عارفه يا ماما مش عارفه. بس انت متاكده انه فلس ولا شايل حاجه تحت البلاطه؟ لا من الواضح انه فلس. لا، يبقى كده لازم تطلقي منه. ده كده هيعيش معاكي طمعان فيكي. ايوه، مش بعيد يخلص عليكي علشان يورث فيكي. بعد الشر يا اخويا، بعد الشر. ايه يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عيله صغيره ما تعرفيش حاجه، سيب الموضوع ده عليا، انا هخلصك منه السفيه ده. وابنه اللي في بطني يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي، يتربى في عزك في وسطينا. بس ربنا يستر وما يطلعش في غباوته. الحمد لله. تستاهل الحمد يا ابني، صحة وعافية عليك. بس بصراحة بقى مش كويس أبدا اللي بيحصل ده. سيبيها على الله يا امي. ما كله على الله يا حبيبي. مالك يا سعد؟ مالك يا سعد؟ مالك يا حبيبي؟ سعد فيك ايه يا سعد؟ الحقوني يا عينيا يا نورة يا لهوي، الحقيني يا سعد، الحقوني سعد، غربي عيني يا غربي ده تقيل قوي يا لهوي. ايه ده كده؟ هي ورمة قوي يا دكتور ومش حاسس بيها، وحاسس اني تعبان قوي. انا حذرتك وما سمعتش كلامي. في حد عنده سكر ياكل اكل انت اكلته ده ويشرب مانجا؟ انا كنت فاكر ان المرض لسه في اوله واني مش هتعب بالمنظر ده. السكر عندك عالي جدا، مش هينفع تاخد حبوب، لازم تاخد انسولين. انسولين؟ طب والعمل يا دكتور؟ لازم يتنقل للمستشفى حالا. شفت يا عبد الستار؟ شفت المال الحرام عمل في ولادك ايه؟ ما نجاهمش زي ما كنت انت عايز، بالعكس ده نجاسهم اكتر. سعد جاله سكر، ومختار اتحرم من الخلفة، واشرف ابنه بين الحياة والموت. عملت لهم ايه فلوسك الحرام؟ الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. ممكن ادخل؟ اتفضلي. ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ ان ما كنتش عيط على ابني هعيط على مين؟ صح، انا فعلا ما خلفتش قبل كده، بس انا متاكده ان الضنا غالي. ايوه غالي قوي. ربنا ما يحكم على حد باللي انا فيه. ان شاء الله سعد هيخف، وان شاء الله ربنا يطمنك عليه يا رب. متشكره قوي. انا كنت عايزه اقولك اني اسفه على كل حاجه، بس غصب عني. انتي ست طيبه قوي، صدقيني انا مش وحشه قوي كده. ياه، من زمان الواحد ما شربش صنف زغاليلي كده. يدي حته مغربي مزغلله، جات لي امبارح قلت لازم رجب حبيبي يدوقها. طول عمرك صاحب واجب يا سيدي المعلمين. انا رجالتي الجدعان ما استخسرش فيهم حاجه ابدا. الواجب ده فيه ان انت بقالك فتره ما بتجيش هنا، ده انا حتى قلت تلاقيه شاف له صومعه علوي، يبقى اكيد المجيه دي لعله. علة ايه وقنة ايه؟ انا كل الحكايه شايف دماغك خربانه من الحنه والملوخيه الناشفه، فقلت ابنجاك. طول عمرك حنين يا باشا. اؤمر. فرحه. اشمعنى؟ عجباني. يفتح الله. انا راجلك لكن في اللون ده ماليش. لون ايه؟ بنت غلبانه واهلها ناس على قد حالهم، وبتجري على اخواتها علشان لقمه العيش. وبعدين لا مؤاخذه انا رجوله. يا ده حد جاب سيره الرجوله؟ يعني البت جدعه وبنت ناس غلابه. وبعدين ابوها صاحب. هي عندها كام سنه؟ الله، دي مشعشعه في دماغك قوي.
يا ده انا عايز اساعدها. طب شوف اللي ربنا هيقدرك عليه وانا اوصله لابوها حتى ينوبك ثواب الحسنه المتبريه. انت هتفكرني اتسطلت؟ انت هتوصل لابوها فلوس؟ انا عايز اساعدها مش بفلوس. امال هتساعدها ازاي؟ هتعينها في الحكومه؟ انا عايز اتجوزها. يا دي اقفل بوقك لناموس يدخل جواك. تتنحت كده ليه؟ بقلبها في دماغي، خايف الحاجه النظيفه ديت تكون سطلتني وفهمت غلط. عيد اللي انت قلته. انا عايز اتجوز فرحه وعايزك تكلم لي اهلها. هشبرقهم وهشبرقها وهاخد لها شقه بس لوحدها من غير اهلها. طب والست سماح؟ وانت مال اهلك؟ انا راجل وليا الحق اتجوز 4 وصوتي من دماغي ما بشاورش حد. بس هو يعني انا خايف على زعلها، خايف لا تزعل، وبعدين لو عرفت ان انا سبب في الموضوع دوت يا نهار اسود انا مش ناقص. انا عامل ترتيبي. ازاي؟ انت هتحقق معايا. انت تقوم من هنا على ابوها وتفتحه، نقرا الفاتحه وتاخد حسنتك. خدامك يا مختار باشا. وتفهمه اني مستعجل، اسبوع بكتير ونخلص. البت دي مرزقه وبنت حلال، وانت كمان ابن حلال وتستاهل كل خير. ربنا يديلك على قد نيتك. امين يا رب. انا مش عارفه اقول لك ايه يا اشرف، انا متشكره قوي، دي 5 مرة تدي فيها الحياه دمك. وهفضل اديها لحد اخر نقطه في دمي، المهم انها تقوم لنا بالسلامه. انا حاسه ان انا متقله عليك قوي، بس مش عارفه اعمل ايه، مضطره ومليش غيرك. لا ما تقلقيش، انا واخد على كده. عمر ابني عنده نفس المشكله وفصيله دمه نادره برضه. ما هي دي المشكله اللي مخلياني تعبك معايا. تعبك راحه. وبعدين حياه زي عمر ابني تمام، ومش كفايه ان انا كنت السبب في اللي حصل. السبب في ايه؟ يعني لولا الخلاف اللي حصل بينا ونزلتي من البيت زعلانه ما كانش حصل اللي حصل. يعني انت بتعمل كده عشان ضميرك بيأنبك؟ لا، انا بعمل كده عشان بحبها، وما كنتش اتمنى ان يحصل كده ابدا. انا خايفه عليها قوي. ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هينجيها. يا رب. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه عليك. خلاص يا امي، خلاص بقيت مريض سكر. بعد الشر عليك، ما تقولش كده يا ابني، ان شاء الله هتبقى زي الفل. المهم ظبطوا لك السكر في المستشفى ولا لسه عادي؟ هما بيقولوا ان هم ظبطوه، بس انا حاسس ان ريقي لسه ناشف حجر، رجليا تقيله كده ولسه ورمه. معلش يا حبيبي، ان شاء الله الورم ده هيفش، كلها يومين وخلاص. المهم انت بس ما تاكلش اي حاجه تعلي لك السكر، وحافظ على صحتك بقى. اكل ايه بس يا امي؟ اكل ايه؟ ده انا كنت في مستشفى، هو اكل المستشفيات ده يتاكل؟ طب بذمتك كده ما اكلتش حاجه في الخباثه بيني وبينك؟ حاجه زي ايه يعني؟ حاجه زي شوكولاته ولا بيتزا، حاجه كده من اللي قلبك يحبهم. ايه يا نوره؟ يا نوره بقول لك كنت في مستشفى. الله، امال ايه سبب تعبك طالما كل التحاليل طلعت كويسه؟ مش عارف يا امي، بس هما بيقولوا ان السكر ده بيعلى من الهوا. من الهوا؟ فعلا، ابوك الله يرحمه كان لما يقعد يفكر في اي مشكله كان السكر بيعلى عنده. ودي تبقى عيشه دي يا امي؟ ده انا عندي هم ما يتلم لازم افكر فيه. انسى دلوقتي كل حاجه، المهم تفكر في صحتك وبس. صحتي راحت يا نوره، وبقت هم كبير اتحط فوق همومي. بعد الشر عليك، اهدي ربنا يشفيك ويعافيك ويحل لك كل مشاكلك. تفتكري ربنا ممكن يسامحني يا امي؟ ربنا غفور رحيم يا ابني، وانت سلم امرك لله وادعي ربنا. يا رب يا رب. مالك يا نديم مش على بعضك ليه؟ سيبيني في حالي لو سمحتي. مش هسيبك في حالك. في ايه يا حنان؟ في ايه؟ انت جايه تجوري شكلي وعايزه تتخانقي ولا ايه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مقاطعني وما بتكلمنيش خالص، لكن لو الخناقه هيخلي لسانك يخاطب لساني انا ما عنديش مانع. اوه ياه، للدرجه دي قوي مأثر فيك فراق يا حبيبه القلب؟ حنان من فضلك اسكتي وخليني ساكت. لا مش هسكت. ممكن افهم انت عايزه ايه؟ قول بقى انك بتحب نعمه وانها مش مجرد صفقه بالنسبه لك، كده ولا لا؟ ايوه كده. ارتحتي؟ يعني ايه؟ بتحبها؟ ايوه يا حنان بحبها. طب وانا؟ انت ام ابني اللي جاي. بس كده؟ انت عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني لما كانش في ابن بينا كنت سبتني؟
ممكن افهم بس يا حبيبتي انت بتعيطي ليه؟ كنت فاكرك بتحبني زي ما انا بحبك. حبيبتي ما انا بحبك. ازاي وانت بتحب نعم؟ ما هو انا بحبكم انتوا الاتنين. انت ليك قلب واحد، ازاي هتحب اتنين؟ لا يا حبيبتي، الراجل ممكن يحب واحدة واثنين وثلاثة واربعة. امال ربنا شرع لنا نتجوز 4 ليه؟ حتى لو حبيتنا احنا الاتنين اكيد في واحدة بتحبها اكتر من التانية. يا ترى بقى بتحبني انا ولا بتحبها هي اكتر؟ هو تحقيق ولا ايه يا حنان؟ ايوه ريحني، انا عايزه اعرف. يوه دي بقت عيشة تقرف. سامحني يا حبيبي، ساعات بحس اني ظلمتك لما حرمتك من باباك، بس صدقني ده لمصلحتك. انا عندي تبقى يتيم الاب ومعاك بركة ربنا احسن ما تبقى وسط اهلك كلهم وغضب ربنا نزل عليهم وعليك. يمكن ما تفهمش كلامي ده دلوقتي، انما لما تكبر اكيد هتعرف وتقدر. كنتي وحشاني قوي يا فرحتي. واخرتها ايه بس يا راجل؟ اخرتها فل ان شاء الله. تعالى هنا، انت رايح فين؟ راح اضرب لي حجرين. وبعدين انت مالك؟ متوتره كده ومش على بعضك، في ايه؟ انت هتستعبط؟ انت مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ ربنا ما يجيب مصايب، حد يكره العيال؟ ده حتى العيال رزقها واسع. يعني خلاص ناوي تكتب عليا؟ لا طبعا. يعني هتخلى بيا يا رجب؟ عيب يا بت، انا راجل وعمري ما بيع حبايبي ابدا، وانت يا فرحه عارفه ان انت عندي ست الحبايب. انا مش فاهمه حاجه يا رجب، حيرتني معاك. ما هو انت لو تصبري هوريكي على الدور. يا رجب مفيش وقت، الايام بتجر بعضها، بطني بتكبر خلاص يا رجب. استر عليا ربنا يخليك. هستر عليك. هتتجوزني؟ قلت لا. اما امرك عجيب يا رجب، امال هتستر عليا ازاي؟ هجوزك لواحد صاحبي. نعم، واحد صاحبك؟ هو مش صاحبي يعني، بس زي ما تقولي كده هو صاحب الشغل اللي انا شغال عنده. شافك وعجبتيه يا بت، راح طالب ايدك مني. وصاحب الشغل هيتجوزني ازاي وانا حامل منك؟ هو مين هيقول لي؟ وبعدين احنا هنعمل لك عمليه صغننه كده نرجعك فيها بنت بنوت زي الاول. انت اتجننت يا رجب؟ والعيل اللي انا حامل فيه منك نسقطه. ايه؟ نسقطه؟ نسقطه. وبعدين قدام شويه يبقى احمال انت من عريسك، حتى يطلع الواد كده جديد ونضيف وبيبرق